أول مرتب ليك في مجال البرمجة كان كام وسنة كام وكان في إيه؟ بداية لا توحي إطلاقا، لأن أنا في يوم من الأيام هبقى سوفت وير انجينير. أخش كلية حسابات ومعلومات عشان أكون مبرمج. لا، في ناس معانا مخلصين صيدلة ومخلصين طب. هل لازم أبدأ بتعلم الأساسيات؟ هل اللغة الإنجليزية شرط؟ هل أي حد يقدر يتعلم برمجة؟ مش أي حد يخش في مجال برمجة. أبدأ بلغة برمجة إيه في التأسيس؟ لو أنت بتفكر بالطريقة دي فالمجال ده مش بتاعك أصلا. ليه شركة أبل بتعمل فينا كده؟ حقها. أمازون مصر تستخدم ويب فيو أو أي فريم. تقول لي أنا أول مرة أشوف واحد بيلعب على اللابتوب وباخد فلوس. اشتغل ايه؟ بقول لك ايه، تعالى بص لي على التلفزيون، انا ما بفهمش فيهم. لا انت تكنولوجيا البلد. السلام عليكم، النهارده اول حلقات كودر كاست. بنستضيف عندنا ضيف اكتر من 10 سنين خبره في السوفت وير اندستري، هو باشمهندس احمد. ازيك يا باشمهندس؟ كله زي الفل. ازيك يا آه. وائل؟ أنا اسمي أحمد مظهر أبو مجد. تقريبا في مجال سوفت وير عموما. يعني بلس 9 سنين، تقريبا 10 سنين بالظبط. مجال الموبايل بالتخصيص يعني، او خصوصا في مجال الموبايل بلس 7 سنين. في الفترة دي اشتغلت طبعا كاي اس انستراكتور وكاي اس ديفلوبر، بالتأكيد ده الأساس بتاعي أصلا. وكمان اشتغلت في حاجات تانية بره الاي او اس نيتيف زي فلاتر. اشتغلت شوية اندرويد جيت باك كومبوز، كوتلين مالتي بلاتفورم. في شركات جوه مصر وبره مصر مالتي ناشونال. حتى برضو كانستراكتور اشتغلت تقريبا في كذا شركة منهم مصرية، وجلوبال نولج شركة عالمية لندن. كنت ما في شاء الله. التيم بتاع الشرق الأوسط. خلصت معاهم كذا جروب. من ضمنهم آخر حاجة كانت مع وزارة الاتصالات السعودية. الحمد لله دي كانت ما خلصت شاء الله. بشكل ممتاز جدا. فدي نبذة سريعا كده عني، بس يعتبر الكور أنا في الموبايل ديفلوبمنت بشكل عام. ازاي بدأت علاقتك بينك وبين جهاز الكمبيوتر اول مرة بدأت انت تستخدم الكمبيوتر عامة، وامتى عرفت ان انت بس بتحب البرمجة؟ أنا علاقتي بالكمبيوتر كانت بداية غير، يعني غير طبيعية شوية، يعني لدرجة إن أنا احنا طبعا الكلام ده في بداية الألفينات، يمكن 2002 أو 2003. فكان عندنا جهاز ديسك توب كده. فكان أخويا الصغير يمكن مثلا لسه في أولى ابتدائي، 6 سنين مثلا. أنا كنت في إعدادي وقتها. ف... فأنا كنت بروح أسأله، يعني لما عايز حاجة معينة فكنت بروح أسأله في الكمبيوتر. يعني مثلا على سبيل المثال، كان الموقف اللي أنا عمري ما أنساه. كان على البي سي ده اغاني قديمه الورده وعبد الحليم، وكان وقتها بقى تامر حسني وعمرو دياب والناس دي. فكنت اسال اخويا، فكنت اقول له هو الجهاز ده علشان قديم ففي اغاني قديمه بس ما ينفعش نحط عليها اغاني جديده تامر حسني وعمرو دياب. فدي بدايتي اصلا مع الكمبيوتر. بدايه لا توحي اطلاقا، لان انا في يوم من الايام هبقى سوفت وير انجينير، وان انا يعني اشتغل في شركات جوه مصر وبره مصر. فدي بدايتي كانت مع الكمبيوتر. بدأت أحب بقى البرمجة وكده مع الوقت. يعني أنا يمكن كانت البداية الأكيدة. بدأت متأخر شوية، يمكن في آخر الثانوية العامة أو في بداية الجامعة. بدأت قبل ما تخش لا، الجامعة ولا بعد ما دخلت الجامعة على بدأت. العموم؟ أنا عن نفسي بدأت من قبل الجامعة، بس قبل الجامعة يعني بعد الثانوية العامة، قبل الجامعة ب6 شهور كده، في نهاية الثانوية العامة كده. كنت بتتعلم ايه بقى في الفترة دي؟ طبعا كلنا في الفترة دي طبعا كلنا كنا نفسنا كأطفال نسمع بقى، نشوف الأفلام والكود والتيرمينال ترن كده وشغل اه. الهاكر والكلام ده. فكلنا بدايتنا بالبرمجه في العموم ان هو انت يعني عايز ابقى هاكر. هاكر بدات يوزر. بقى نخش هاكر يوزر. فبدات افهم بقى. طبعا خدت رحله سيرش كبيره جدا، وخصوصا انا كنت في مكان كان صعب قوي ان انا الاقي حد اصلا مهتم بالبرمجه آه، فبالتالي كان صعب ان انا اوصل للمعلومه. وانا طول عمري حتى كان كنت سيلف ليرنينج يعني. ده كان في 2000 وكام معتمد تقريبا اساسا؟ يعني تقريبا 2014. اه ايام 2014. ستاك اوفر فلو، الايام الحلوة. ده اساسي قبل الشات جي بي تي، قبل الذكاء الاصطناعي الكلام ده. فالموضوع كان صعب قوي ان انا اوصل لمعلومه، لان كنا في محيط اصلا صعب ان انا الاقي حد مهتم بالبرمجه وكده. بدات بقى تخبيط يعني. لو ما غلطتش وخبطت عمرك ما هتتعلم، او لو استنيت اللحظه المثاليه عشان تتعلم، فده يعني صدقني عمرك ما هتوصل. مش تفضل شرط طول عمرك تبدأ مستني بيرفكت، اللحظة. بس المهم تبدأ. ولازم تكون ما تخافش من الغلط كمان. طول ما انت خايف من الغلط عمرك ما تتعلم. انت لازم، الغلط هو اللي بيعلمك اصلا.
غلط على غلط على غلط، مع الوقت هتيجي تلاقيك اتعلم، لان كل غلط على قد ما هو غلط بس هو بيفيدك وبيعلمك كتير جدا. فدي كانت تمام. البدايه. هل لازم ابقى في كلية حاسبات ومعلومات عشان اشتغل في البرمجة؟ يعني هل لازم اخش كلية حاسبات ومعلومات او هندسة قسم حاسبات عشان اكون مبرمج؟ ما ينفعش كده تعدي؟ بص، الاجابه ببساطه لا. والدليل على كده ان انا معايا ناس يعني مهندسين، يعني في تخصص تاني خالص ومختلف عن البرمجيات. ومش عايز اقول لك كمان مهندسين، ده في ناس معانا مخلصين صيدله ومخلصين طب اوريدي وشغالين معايا في التيم. يعني حاليا في شركتي الحاليه معايا ناس ما لهمش علاقه اصلا بمجال اللي هو السوفت وير، اختصاص بعيد قوي ولا اساسا. اختصاص بعيد جدا. يعني طب مش هقول لك مثلا ناس من مش مخلصه، مش ما اتعلمتش مثلا تعليم عالي ودخلت البرمجه وكده. لا، انا بقول لك ناس متعلمه تعليم عالي في كليات قمه زي الطب والصيدله، والناس دي ما شاء الله عليهم في المجال من بدري ومتفوقين كمان. يعني مثلا ممكن واحد يقول مش هيكون بنفس الكفاءه بتاعت ابن المجال او الخريج كمبيوتر ساينس في العموم، بس انا بقول لك لا، ده ممكن اشطر كمان. وده لا يعني ان اي حد من بره المجال ممكن هيبقى اشطر من حد جوه المجال. لا، هي بتعتمد اكتر على الشخص. فبكل بساطه لا، ملهاش اي علاقه خالص بانت بتدرس كمبيوتر ساينس او لا علشان تخش المجال ده. تمام زي الفل. يعني انت قصد حضرتك ان انت طول ما انت بتطور من نفسك انت ممكن تكون احسن حتى من طالب حاسبات او هندسة قسم حاسبات، مش شرط انت تكون خريج الكليات دي. بص، هي زي ما قلت لك بتتوقف على الشخص نفسه. يعني انا اعرف ناس ملهاش علاقه بالمجال اشطر من ناس كتير جدا في المجال، وبالعكس كمان. انا يعني انا معظم دفعتي معظمها مش شغالين في المجال اصلا. كل واحد بقى اللي دخل فعلا راح يشتغل في حاجه تانية خالص، اللي منهم راح للتدريس، اللي منهم راح عمل شغل خاص بيه، وفي منهم كمان اللي فتح فعلا بقى صيانة كمبيوتر وكلام في حاجات بره المجال. تمام. فهي بتتوقف على الشخص أكتر من الإيه، من المجال نفسه. هل لازم ابدا بتعلم الاساسيات؟ ما لان في ناس كتير بشوفهم في مجال البرمجة عموما وهو ما اتعلمش اساسيات، ممكن يكون مثلا شغال بالفريم ورك مثلا رياكت او حاجه زي كده، وبيقول لك انا ايه فايده الاساسيات بالنسبه لي؟ انا ليه اتعلم اساسيات بينما ان انا في شغل ما بستخدمش اساسا الاساسيات دي غير في حاجات بسيطه جدا ونادره. بص، الأساسيات من وجهة نظري بتبقى زي القواعد في أي لغة. يعني أنت مثلا أنت ممكن تتكلم إنجليزي بس ثلاث أرباع كلامك بتتكلمه غلط. ليه؟ لأن أنت ما فيش أي قواعد. يعني انت لو بنيت من غيرها انت هتتعلم بسرعه، بس زي ما اتعلمت بسرعه هتقع برضه بسرعه. ف... ف... فعلشان كده انا من وجهه نظري شايف ان انت ما تستعجلش خالص وانت بتتعلم في الاول. لان استعجالك في الاساسيات زي ما قلت هيخليك تخش فعلا بسرعه، بس برضه هيوقعك بسرعه. فنفس فكرة بالظبط كده. انت لما دايما بشبهها بمثال واقعي على اي حد مثلا بتيجي لما تيجي تبني بيت، انت ما بتطلعش مثلا على طول كده بالدور الاول والثاني والثالث. لا، انت بتحط اساس البيت، وكل ما تشتغل صح في اساس البيت ده، كل ما هتطلع اكتر. يعني على سبيل المثال، في اساس يطلعك دورين، وفي اساس يطلعك خمس ادوار، وفي اساس يطلعك لاندسكيب توصل بقى زي ما انت عايز 50 تمام. و60 و80 و100 دور. فبنفس الاختلاف في البنايات، اربع ادوار ودورين وخمسه، نفس الفكره في الاشخاص. في ناس بتتعلم صح قوي في البيز، بس البيز ده تبني عليه اساس كبير قوي يمكن يدوم لمده سنين. فهو للاسف الاساسيات مهمه جدا جدا جدا. وعايز اقول لك ان دي اصلا اللي هتفرق ما بين واحد شاطر وما بين واحد تاني مجرد بس ان هو بيتعلم شاف له كام فيديو وبقى يعمل وخلاص. هتيجي تلاقي ان دي حاجه اصلا مع الوقت بقت هي اللي بتميزه اصلا ما بين الناس. يعني بتبدا تخليه يونيك مميز. يعني انا اختاره ما بين 1000 واحد فعلا. فهيخليه ماشي بخطى ثابته على اساس ثابت. ما يجيش في وقت من الاوقات يخاف من كتر مثلا عدد اللي بيشتغلوا معاه في نفس الحاجه دي.
فبالعكس هي مهمة جدا جدا جدا. وما ينفعش كمان ان انت تستعجل فيها خالص. يعني وانت بتتعلم وخصوصا البيزكس، انت لازم يعني الحاجه مش مجرد ان انت خلاص هتعدي وتشقلب على السريع، لا بالعكس انت لازم يعني تكون متاكد انك فهمتها بنسبه 100% وعملت عليها اكتر من بيست براكتس، وطبقتها فعليا حتى لو في بروجكت عامله مخصوص علشان مثلا تبني فيه الاساس ده. يعني اهم حاجه التطبيق. يعني دلوقتي انا شخص بسمع كتير بس ما بعرفش اطبق، اللي هو ما فيش فكره. انا بعرف اطبق التوتوريال اللي قدامي لكن دماغي ما فيهاش افكار. هل اقدر ان انا استغل الذكاء الاصطناعي في الموضوع ده؟ بص انك احنا اصلا في يعني مجال السوفت وير هو مجال عملي. فانت مش هتطبق او مش هتشتغل بايدك، فيفضل يبقى اذا المجال ده مش مناسب ليك اصلا من البدايه انك تدخل، لان احنا المجال بنسبه 100% هو عملي. وانت لما بتتعلم اصلا في ايا كان، انت مثلا في البدايات دايما هتلاقي ان انت بتتعلم اكتر من فيديوهات، فهتلاقيك وانت بتطبق على البيزك ده هتلاقي اوريدي اللي بيشرح لك المعلومه دي اوريدي عنده فكره واثنين وثلاثة وشغال عليهم. فأنت بس لو عملت زيه هتفهم، أنا أضمن لك إنك هتفهم 60% على الأقل من المحتوى أو من الحاجة اللي بتتشرح دي، لو أنت مجرد بس شفت وذاكرت كويس وعملت زيه بالظبط. طيب خلاص اتعلمت وشفت وبدأت، خلاص أنا بدأت إن أنا عايز أطبق الحاجة دي فعليا على حاجة، ومفيش حاجة مثلا زي ما أنت قلت فكرة أطبق عليها. ففي وجود الذكاء الاصطناعي طبعا الموضوع بقى اسهل جدا وبمراحل عن مثلا من 10 سنين فاتوا قبل الذكاء الاصطناعي. انت دلوقتي لو انت مش في فكره في دماغك معينه، انت ممكن اصلا بالاي اي يعمل لك ستارت اب بروجكت ويديك كمان ان انت تبني فكره معينه تفت مع الحاجه اللي انت بتذاكرها دي، ويبدا يديك ليها يوز كيسز كتير جدا، تخليك تطبقها بكل الطرق الممكنه والبيست براكسس للحاجه اللي انت بتتعلمها دي. ف... فمالكش حجه يعني، لا عايز تتعلم كل حاجه متاحه، هتتعلم. انت بس اتعلم. يعني وعشان كده بقول لك مهم قوي ان هي الحاجه دي بتديبند على الشخص اكتر من المجال نفسه. دلوقتي اللغه الانجليزيه، هل اللغه الانجليزيه شرط؟ هل انا الانجليزي بتاعي مثلا انا يا دوبك بعرف حروف الانجليزي، هل اقدر ان انا ادخل مجال البرمجه وبعد كده اطور مع الوقت، او حتى البرمجه هتطور الانجليزي بتاعي؟ بص الانجليزي مهم جدا جدا، بس مش شرط انك تبقى بيرفكت في الانجليزي في البدايه. انت ممكن تبدا، يعني ممكن تبدا عادي جدا في الحاجه اللي انت هتذاكرها او في المجال اللي انت ناوي ان شاء الله تكمل فيه، وبارل تبدا تذاكر او ان انت تبقى كويس في الانجليزي. بس هو اهميه الانجليزي في المجال طبعا مهم جدا جدا جدا. بس هل لازم اكون كويس جدا جدا في الانجليزي علشان ابدا اخش في المجال؟ لا مش شرط خالص. انت ممكن تبدا والانجليزي مع الوقت هتبدا تحسنه، بحيث ان انت في نفس الوقت هتتعلم وكمان بتحسن من الانجليزي بتاعك. هل اي حد يقدر يتعلم برمجه؟ ببساطة يعني أي حد يقدر يخش في البرمجة طالما هو حابب الحاجة دي. وفي العموم مش البرمجة بس، يعني حتى في أي حاجة أنت طالما نويت إنك تعمل الحاجة دي هتعملها. اللي عايز يوصل لحاجة بيوصل لها مهما كانت اللي هتقابله. بس أنا بشوف البرمجة مختلفة شوية، لأن البرمجة عايزة تفكير مختلف شوية عن أي حاجة تانية. محتاجة مثلا إنك تفكر بشكل، يعني مش هقول لك اللي هو الحاجه الواو، لا عادي انت ممكن مع الوقت اصلا هتتعلم ازاي تفكر. المغزى من كلامي بس انك مش اي حد للاسف يخش في مجال البرمجه. يعني الناس ممكن من بعيد كده تشوف هو مجال برمجه وفلوس مجال البرمجه وهكذا فتخش، هي فاكره ان البرمجه دي حاجه لاي حد فهيخش يذاكرها عشان الفلوس. لكن هتبقى مختلفة تماما تماما لو هو داخل عشان فعلا حابب المجال ده، لأن في ناس كتير بتخش تتصدم بالواقع، وبعد ما تتصدم بالواقع تبدأ تقول لا ده وحش وحلو وكلام من ده. فهي لا مش بتعتمد خالص على ان انا اكون مثلا دارس حاجه معينه او دارس كليه معينه علشان اخش في البرمجه. واي حد يقدر من وجهه نظري اي حد يقدر يتعلم برمجة عادي.
لو انت رجعت ل 2015 بنفس العقلية اللي انت فيها دلوقتي، ايه الحاجة اللي كنت هتركز عليها في رحلة الطريق بتاعتك؟ إيه الحاجة اللي بالنسبة لك أساسية ما ينفعش من غيرها توصل لإكس اللي هو أعلى من اللي انت فيه دلوقتي؟ حلو قوي السؤال ده، وده طبعا يعني انا اجابتي هتكون بناء على الاكسبيرينس بتاعتي. صراحه لو رجعت ل 2015، اول حاجه هعملها ان انا اتعلم ازاي اتعلم، يعني ازاي اعرف استفيد من المعلومه. فدي اول حاجه. يمكن بعض الناس مثلا بتخش مثلا على توتوريال او على كورس او خاص وتبدا تذاكر، لكن هي ما عندهاش فكره ان هي ازاي اصلا تطلع باكبر قدر ممكن من الاستفاده. فبالتالي انا عن نفسي هتعلم ازاي اتعلم، لان دي حاجه يعني يمكن وصلت لها متاخر. احنا كنا دايما كعاده اي حد بيخش يبدا يشوف مثلا كورس وفيديوهات ويخش يبقى عايز يخلص التوتوريال دي في اسرع وقت ممكن، علشان بعد ما يخلصها يبقى فاكر بقى ان هو يبقى مثلا حاجه معينه يبدا يشتغل وهكذا. وفي نفس الوقت كان احنا كنا شباب برضه، كنا بنستنى دايما ان احنا نوصل للحظه معينه علشان نشتغل. يعني مثلا استنى الحاجه الفلانيه دي او استنى الحاجه دي تحصل علشان مثلا ان انا اتعلم. لا، لو رجع بيا الوقت مش هضيع اي لحظه في ان اتعلم صراحه. طبعا البروجكت بيزد ليرنينج من اول يوم هركز عليه بشكل مكثف، ان انا اروح اتعلم حاجه معينه واعمل لها بروجكت واطبق عليها وهكذا. وحاجه مهمه قوي، هبني براند شخصي من بدري، مش هستنى مثلا ان انا ابقى خبره سنتين او 3 سنين او 5 سنين او ان انا اشتغل في الشركه الفلانيه علشان اعمل براند لنفسي. لا، من بدري كنت هبدا مثلا ان انا اعمل براندنج لنفسي. بالنسبة للنقطة اللي انت قلتها ديت، فان انت تتعلم ازاي تتعلم، فانا في كورس كويس جدا على كورسيرا، Learn How to Learn، وابو زيد ملخصه. ممكن نسيبه لهم تحت بإذن الله في الديسكريبشن. حلو جدا. ايه رأيك في الكورسات الاونلاين ولا التعليم في الجامعة؟ يعني ناخد كورسات اونلاين نتعلم على اونلاين، ولا نهتم بقى بالدراسة بتاعت الجامعة؟ والجامعة في كل الأحوال مفيش أحسن من المناهج اللي حاطينها الدكاترة، وأنا هطلع أشتغل في مايكروسوفت بعد الجامعة لو أنا اهتميت بدراسة الجامعة. بص، انا من وجهة نظري الاثنين ليهم دور، يعني الاثنين مهمين جدا. يعني ما ينفعش مثلا اركز على الدراسة الأكاديمية بس او الجامعة بس، وفي نفس الوقت امهل الجزء الثاني اللي هو مثلا كورسات بقى اونلاين والكلام ده، والعكس تمام. لان اللي هيعلمك هنا اللي انت هتتعلمه في الجامعة ممكن انت تهمله مثلا في الكورسات اونلاين، او غالبا مش هتلاقيه يعني في الكورسات الاونلاين، والعكس تماما. هي الفكرة بس ان الناس بتفضل الشغل الكورسات الاونلاين دي لانها ممكن تكون بعض الوقت اسرع، فعايز يخش مثلا على طول ياخد مثلا كورس في شهر ولا شهر ونص وخلاص اتعلم فيه مثلا اساسيات الداتا ستراكشر، بدل ما انا افضل مثلا ترم كامل ادرس في داتا ستراكشر. الفكره بس ان الجامعه انا بشوفها ان هي مفيده في المنهجيه. يعني انت مثلا لما هتدرس داتا ستراكشر او لما هتدرس اي حاجه مثلا في الجامعه ايا كان تخصصك، فبالتالي انت بتدرسها بشكل منهجي اكتر من يعني ف... فبالنسبه لي الاثنين مهمين جدا، وخصوصا لو انت بتتعلم في مجال عملي زي مثلا البرمجه بشكل مؤكد يعني. تمام زي الفل. نيجي بقى للسؤال اللي بيعمل مشاكل كتير على اليوتيوب بالأخص. أبدأ بلغة برمجة إيه في التأسيس؟ سي بلس بلس ولا بايثون ولا بي اتش بي ولا جافا، ولا أبدأ بلغة إيه؟ في 100 لغة وكل لغة بتقدم له مميزات وفيها عيوب تختلف على حسب اللغة. أبدأ بإيه بقى؟ بص، انا من وجهة نظري في الحتة دي، يعني انك اهم حاجة في انك تبدأ. يعني مثلا لو هت يعني مثلا ما ترميش السبب في انك ما تبدأش في انك مش عارف تبدأ بأهل لغة. لا، انت خد الخطوة وابدأ. ان شاء الله تبدأ مثلا بأسهل لغة. لو بايثون مثلا بالنسبة لك أسهل لغة في الكون، ابدأ بيها. ف- فالفكرة من قبل ما اختيار اللغة هي انك تبدأ. طب خلاص بدأت انت، مع الوقت اصلا هتيجي تلاقي ان في مع اختلاف لغات البرمجة مثلا على حسب المحتوى او الحاجة اللي انت عايز تتعلمها هتركز على ايه، وبناء عليها تبدأ تروح تشوف مثلا ايه
اقوى حاجه او ايه اقوى لغه هتساعدني في ان انا اتعلم الحاجه دي. بس انا كاحمد مثلا لما اتعلمت بالسي. يعني اي لغه بقى في السي فاميلي، سي بلس بلس، سي بلس، سي بس، سي شارب، فاي حاجه. انا مثلا بدات بالسي بلس بلس، بعد ما بدات بالسي بلس بلس بعد فتره رحت اتعلمت اوبجكت اورينتد بروجرامنج بالجافا. آه، ف فمش انك تبدا ده الاهم من انك تبدا بايه. في ناس تانية لا، ممكن لما تديها سي بلس بلس او لما تبدا بجافا هيبقى بالنسبه لها صعب، فعايزه حاجه اقرب شويه للغه الانجليزيه، فممكن تبدا ببايثون. ما فيش اي مشكله انك تبدا ببايثون، ممكن تبدا ببايثون عادي خالص، لانها لغه سهله في انك تكتبها وانك تتعلم تبدا بس تكتب كود. فممكن يكون الغرض منها للناس مثلا بعيد عن التخصص تماما، او الناس اللي ممكن بتشوف البرمجه شويه صعبه، فممكن تبدا بلغه برمجه سهله زي بايثون مثلا. من خلالها بس تكون طريقه لان انا اخش وابدا اكتب كود، اعرف اساسيات او الطريقه البدائيه خالص لكتابه الكود. ممكن بعد كده بقى كل مع التعمق، يعني لما اوصل لليفل معين ان انا لا، انا خلاص بايثون دي بالنسبه لي مش هتساعدني في ان انا مثلا اتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج، فممكن اروح للجافا، ممكن اروح لسي بلس بلس. فده باختصار وجهة نظري في تمام. الحته دي المثيره للجدل. ايوه، انا دلوقتي شخص ما يعرفش اي حاجه عن البرمجه خالص. وشفت المجال ده وعرفت ان هم مرتباتهم بالمية ومئتين الف دولار في السنه، مش في الشهر على فكره. تمام. يعني بفكر ابدا بعد 5 6 شهور كده لما اشتري لابتوب ماك بوك برو ماكس، عشان الدنيا برضو بتظبط. ما ينفعش اللابتوب اللي معاها ده كحيان. والله بص، لو انت بتفكر بالطريقه دي فالمجال ده مش بتاعك اصلا. لان زي ما قلت لك مجال برمجه اولا ما ينفعش اصلا ان انت عايز تبدا خلاص تتوكل على انك لو انتظرت البيئه المناسبه لانك تبدا او الوقت المناسب لانك تبدا، فصدقني انت عمرك ما هتبدا. ولو بدات هتيجي مش تلاقي نفسك ان هيجي. انت ضيعت وقت كبير جدا 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 علشان تخش وتبدا. كان الناس اللي بدات من ساعه ما انت فكرت انك تبدا سبقوك بكتير جدا. وان كنت داخل المجال علشان فلوسه، فصدقني المجال ده برضو مش ليك. اه هو ممكن يكون يعني حافز ان انا اتعلم، اتعلم مثلا برمجه ان هو مثلا فلوسه كويسه او مرتباته او بيخلق فرص عمل اكتر، فده يكون حافز ليا، بس ما يكونش هو السبب الرئيسي. ازاي اتعلم برمجة بأقل مجهود وبأفضل نتيجة؟ يلا. يعني ايه باقل مجهود يعني ما يعني؟ نتعبش بقى، انا مش عاوز اتعب، انا عاوز فلوس على طول. يعني ما فيش حاجة كويسة بتيجي من غير تعب ومن غير مجهود. وأنا من وجهة نظري بشوف مجال برمجة بيحتاج منك مجهود كويس جدا، لأن عشان حتى تحس بثمار التعب ده. لكن ما فيش حاجة بتيجي بالسهل. فلو أنت عايز حاجة بالسهل فهي أنا بضمن لك إن البرمجة مش بتاعتك. بس ازاي انك تبدا في مجال البرمجه وتحقق نتيجه كويسه جدا فيه؟ انا من وجهه نظري بشوف ان انت لازم الاول زي ما قلت قبل كده انك تتعلم ازاي تتعلم، وتتعلم ازاي توصل للمعلومه بافضل شكل ممكن. لان انا ممكن مثلا اذاكر توتوريال معينه، بس التوتوريال المعينه دي بعد شهر او بعد شهر ونص لو جيت تسالني فيها ما اعرفش اجاوبك. فبالتالي لازم المعلومه لما اخدها بشكل كويس جدا جدا. فازاي بقى تقدر تعمل ده؟ انا شايف ان انت لازم تحط بلان كويسه جدا جدا جدا. زي ما بتيجي اخر اليوم بتنام، مفيش يوم تقدر تضيعه من غير نوم. بشوف ان انت لو انت مثلا محدد لنفسك وقت ساعه او ساعتين او 3 ساعات، ما ينفعش ان انت تقل عن الساعة والساعتين أو ال3 ساعات دول. وخصوصا في وقت التعليم الالتزام مهم جدا جدا. هتبدأ تشوف بقى المجال اللي انت مثلا هتحبه، او لو انت مثلا لسه ما قررتش ايه المجال اللي انت هتكمل فيه سواء بقى موبايل او ويب. فانا بنصح ان انت ممكن تاخد كده بروجكت صغير في كل حاجة. مثلا تبدأ تعملها في الموبايل، تعمل لو في عندنا كذا حاجة في الموبايل، في اندرويد مثلا، في اي او اس، في حتى دلوقتي فلاتر. فبالتالي تبدأ تاخد حاجة صغيرة في كل حاجة فيهم، وتبدأ تقرر بقى هتكمل فين.
يعني مثلا لو حضرتك حاجه بره. بترشح ان انت تاخد نبذة مثلا، او تاخد بروجكت عن مجال مثلا الموبايل، وتاخد برضو بروجكت في الويب، وتشوف انت استريحت لايه وانت المناسب ليك ايه. بالظبط، انت لازم تخش تجرب في كل حاجه. يعني طالما لسه هتبدا وما عندكش، ما قررتش مثلا هتبدا في ايه، فلا انا شايف ان انت تروح مثلا شويه في الويب، تاخد شويه فرونت اند شويه باك اند، مشروع صغير كده. وتروح مثلا تبص شويه في الموبايل لو مثلا مهتم بالسكيورتي، خش شوف، خد لك لفه كده في كل الحاجات اللي هي من وجهه نظرك انترستد. وبعد كده قرر، ولما تقرر ابدا. فلما هتبدا بقى لازم تلتزم. يعني الهدف الالتزام اهم خطوه في التعلم. وانك تحاول على قد ما تقدر تبني مشروع حقيقي، وتحيط نفسك الناس اللي حواليك تبقى بيئة إيجابية تساعدك على إنك تتعلم. ودي برضو نقطة مهمة جدا جدا، لأن كل ما أنت حط نفسك أو حطيت نفسك في بيئة كويسة، هتساعدك جدا جدا إنك تفكر، وتساعدك إنك أصلا عايز تتطور وتتعلم وتكبر. تمام. هل تنصح يا هندسة بكورس السي اس 50؟ بص، السي اس 50 ممتاز وحلو جدا جدا لو انت عايز تتعمق. بس من وجهة نظري في البداية، يعني هو انت عايز تتعمق في حاجة انت ممكن اصلا ما، يعني لسه ما عندكش خلفية عنها. فبالتالي ارشح لا ان انت تتعلم في عادي، تبدأ تشوف مثلا الحاجة اللي انت عايز تتعلمها، مثلا سواء في الموبايل او في باك اند او في الموبايل، تتعلم تمشي مثلا معاها. وبعد ما تخلصها تحس ان انت مثلا عايز تتعمق اكتر في الحاجة دي، فوقتها فعلا هيكون السي اس 50 اختيار ممتاز. لكن مش في بدايتي كده ان انا اروح مثلا اتعلم السي اس 50. لا، انا بشوف دايما من وجهة نظري انك تكمل وتبدا، لان عايز حاجه سهله. يعني انت عايز بدايه سهله، فتبدا تختار كورسات عمليه وتبدا تطبق بايدك. ولما تيجي تفهم بقى بعد كده مثلا يعني ايه داتا ستراكشر، يعني ايه الالجوريزم، يعني ايه الاركتكتشر، وهكذا، هتبدا بقى تروح للسي اس 50، لان انت ساعتها هتبقى عايز تفهم بقى المبادئ دي بتعمق اكتر او بشكل متقدم أكتر. تمام، كويس جدا. ايه الفرق ما بين تطوير تطبيقات الموبايل، بما انك اختصاصك يعتبر موبايل ديفلوبر او مطور تطبيقات للتليفون يعني، وبين تطوير تطبيقات الويب او بص، هو الفرق بسيط جدا. هو انت مثلا الموبايل ده الابلكيشن اللي انت بتستخدمه يوميا، زي مثلا الفيسبوك، زي الانستجرام، زي الواتساب. فدي حاجة بتسهل استخدامك، وهي حاجة انت ماسك الموبايل اللي في ايدك ده. فده ببساطة هو ده الموبايل ابلكيشن. انما الويب، هو عارف يعني، انا اي حد كل يوم، انت مثلا لو في بعض المواقع ملهاش ابلكيشن، فبتضطر ان انت تخش على جوجل مثلا وتكتب اسم الموقع ده، فبيظهر لك كده حاجه، او الحاجه اللي انت تقدر تشوفها ده هو ده الويب. فده الفرق ببساطه خالص ما بين الويب والموبايل. والاثنين، ده الفرق بالنسبه للي ما يعرفهمش، او اليوزر اوكي. العادي. بالنسبة بقى للديفلوبر. بالنسبه للديفلوبر طبعا في فرق ما بين الاثنين تماما. ما بين اختيار اول حاجه ما بين لغات البرمجه المستخدمه هنا مختلفه تماما عن هنا. في ناس مثلا زي ما انا قلت لك في البدايات، انت لازم تروح هنا وتروح هنا، تبدا مثلا شويه تشوف كل الحاجات الموجوده مثلا في مجال السوفت وير عموما، تشوف ايه اللي هيتناسب معاك انت، علشان تبدا تختار المجال المناسب ليك. لان مش معنى ان انا مثلا حبيت مجال موبايل فان وائل مثلا هيحب الموبايل. لا، وائل ممكن يروح مثلا لاي حاجه تانية يحبها. فاول اختلاف ما بين هما الاثنين هي لغه البرمجه. بس هو كله في الاول وفي الاخر هي كتابه كود. تمام، كويس جدا. عندنا بعد كده المشكلة والأزمة، واللي بيحصل برضو فيها خناقات: سويفت ولا كوتلين، اندرويد ولا اي او اس؟
هل تنصحني بإيه؟ الب- تنصحني بإيه بقى؟ هو السؤال ده يعني ولا أروح انا لحاجة تالتة بشوفه خالص زي النيتف وفلاتر؟ خناقه. نيتف رياكت. بالظبط، هي يعني هي خناقات فعلا كتير جدا. كل واحد بيخش من مجال بيبقى شايف نفسه ان ده افضل من وجهة نظره. بس انا كاحمد، ان انا اشتغل اندرويد ولا اشتغل اي او اس، فهي هتبقى في الاول وفي الاخر تفضيلات. زي ما انا قلت، انت ممكن تفضل الاندرويد وده مش معناه كده ان هو احسن، وانا ممكن افضل الاي او اس وده مش معناه ان هو الاي او اس مثلا احسن. عشان هو مستقر اكتر بس بالنسبة لك. يعني ايه يعني مش مستقر بالمعنى الحرفي. بس الاي اس من وجهة نظري انا بحس ان العدد بتاعه اقل لانه بيتطلب مثلا حاجات معينة. فهو انك تختار او تفاضل ما بين الاي او اس ولا اندرويد، انا بشوف من وجهة نظري ده هيتوقف عليك انت اكتر. يعني على سبيل المثال، وانت مثلا معاك ماك وبتحب دايما البيئات يعني المقفوله او الكلوز سورس، ففي ساعتها الاي او اس هيكون افضل من وجهه. لكن لو انت مش معاك اصلا البيئه اللي تساعدك انك تخش الاي او اس وتقول مثلا انا هستنى بقى لما يبقى معايا ماك علشان اخش او مثلا وابقى اي او اس ديفلوبر، لا انت ساعتها فلا، ممكن تخش مثلا في اندرويد، ممكن تخش في اي حاجه تانية على المثال. وفي ناس تانية لا، ممكن يكون معاها ماك وعادي جدا تفضل ان هي تختار تشتغل على اندرويد، لان هي بتحب مثلا الاوبن سورس تولز وان هي كل حاجه تبقى مفتوحه المصدر. ده حاجه مثلا يعني في الاي او اس يعني مش موجوده، او قد مم. تكون مش موجوده يعني او غير شائعه. فبالتالي ساعتها هيقرر ان هو يشتغل في في الاندرويد. وكمان حته انك تشوف بقى السوق مثلا طالب ايه. هل محتاج مثلا اندرويد اكتر ولا اي او اس اكتر؟ فانا من وجهه نظري ان السوق بيحتاج الاثنين بشكل كويس جدا، بس يمكن عدد المطورين او عدد لايف ديفلوبرز اقل شويه، فبالتالي ممكن يديك ميزه احسن في انك تشوف اول او تجات اول شغلانه ليك يعني. ف... طيب. فلكن ده ما فيش حاجه اسمها دي احسن من دي، او مثلا احسن من الاي او اس او العكس. هي بتبقى تفضيلات في الاول وفي الاخر. بس انا ممكن تسالني سؤال، انت ليه اخترت مثلا تبدا بالاي او اس؟ مم. فساعتها هقول لك انا من وجهة نظري، انا وقتها كنت شايف عدد الاي او اس قليل جدا. يعني ممكن انا في دفعتي كامله كنت انا الوحيد اللي مثلا شغال شغال اي او اس. ودي حاجه خلتني وانا شغال وانا اصلا اوريدي في الجامعه، على العكس ان كان صحابي مثلا شغالين اندرويد كان عددهم كبير جدا وكان كلهم عمالين يدوروا على شغل. فانا لقيت فرصه شغل اسرع بكتير جدا منهم، عشان انا مثلا دخلت بس المجال الايس. بس انا وقتها كان عندي البيئه المناسبه اللي ان انا ابدا اتعلم. كان مثلا معايا الماك، كان معايا الايفون اوريدي، فانا كنت في ايفون يوزر. فده يسر لي قابل فان وسهل لي بوي. حته ان انا مثلا ابقى اي او اس. انا ابل فان بوي يعني، حتى اصحابي عارفين ده عادي. ما انت على فكرة بتشدني. مرتبات الاي او اس ولا الاندرويد اعلى بقى؟ سؤال خبيث. لا لا، ده اساسي يعني. مرتبات الاي او اس طبعا يعني بتبقى اعلى لعدة أسباب، منهم مثلا قلة عدد المطورين أصلا، فده بالتالي حد ذاته يخلي السالري عالي. فهي إجابة صريحة طبعا الاي او اس. بس ده مش معناه ان السالاريز بتاعت الاندرويد اقل او وحشه. هو الفرق عامه في معظم الشركات مش بيبقى فرق كبير، وقد يكون الاثنين واحد في معظم الشركات. بس هو الشائع طبعا الاي او اس اكتر. تمام زي الفل. ليه شركة ابل بتعمل فينا كده؟ انا كديفلوبر اي او اس او كديفلوبر طبيعي لازم ادفع $100 لشركة ابل عشان الديبلويمنت الابليكيشن، وكمان لازم يكون معايا ماك بوك عشان مش هقدر ان انا اعمل ديبلويمنت من على ويندوز او كروم او اس او اي حاجة. ليه ابل بتعمل فينا كده؟
ب- بص، هو اولا حقها يعني، حته انك تبقى متميز بحاجه معينه او عندك الايكو سيستم بتاعك بس، واللي كل الناس بتحاول تسعى ان هي تطبقه، زي هواوي مثلا دايما عايزه تعمل زي ابل. فدي حاجه، حد اللي يلاقي الدلال وما يتدلعش يبقى. فهي طبعا علشان هي مميزه طبعا في حاجات كتيره، مميزه في الديفايس بتاعتها، مميزه في الايكو سيستم بتاعها في العموم. فبالتالي هي قافله على نفسها بشكل زي ما انا قلت لك، هي كلوز سورس. فقافله على نفسها، مش عايزه حد ولا عايزه حد. انت عايز تخش الكوميونتي بتاعتي دي، فلازم تمشي على معايير معينه، او لازم تخش في حته معينه عشان لازم أن تبدا تخش تخش من في ضمن الايكو سيستم بتاعي الكوميونتي دي. عشان تقدر انت تحوزه مني. بالظبط لازم. بالظبط. وده هي نجحت فيه. فبالتالي ده يعني، طالما هي نجحت فيه، انت ما تستكترش بقى النجاح عليها، وان هي انت بجد وصلت لمرحله معينه ان الناس كلها عايزه بس تشيل ايفون علشان تشوف قدرت انت تعمل ده. فمن حقك تعمل اي حاجه. يعني لو تخيل الناس بتروح تجيب ايفون عشان تتصور مثلا بتبين علامه التفاح. فابل قدرت تعمل ده. فتعمل بقى كل اللي هي عايزاه. ابل بعت لك البراند. على فكره شركه ابل لو بتسمعونا دلوقتي المفروض تدوا الراجل ده فلوس على الدعايه اللي هو بيعملها، يعني اقنعني ان انا بفكر، يعني دلوقتي بفكر لا، بشكل انا جدي ان انا انا انقل مهنه. انا لا، هو انت ده يعني بناء على تجربتي وتجربه ناس كتير من صحابي، اللي هيروح للمستحيل اكتر يرجع تاني للويندوز. خصوصا لو انت شغال ديفلوبر، يعني هتشتغل على الماك حرفيا، انت هتحس ان انت عمرك ما اشتغلت قبل كده على جهاز، حتى لو كان معاك ايه في الاجهزه يعني. فدي يعني مش مجرد بس حته ان هي تعمل ايمج لنفسها، لا، هي اللي خلاها تعمل ايمج لنفسها ان فعلا البرودكتس بتاعتها محترمه بكواليتي محترمه. مهما كان السعر كبير. فدلوقتي بالنسبه للاسعار خلاص بقت كل حاجه الاسعار كلها خلاص بقت. يعني انت مثلا دلوقتي سامسونج، ما سامسونج عامله موبايل اه، مثلا جالاكسي اس 10. بتخطى ال 60 وال 70 80 الف. بنفس الفكره هواوي بقت كده. فخلاص السعر كان زمان، يعني كان هو ممكن تلاقي الايفون كان ب 7000 لما اغلى موبايل سامسونج 2000 جنيه. لكن حاليا دلوقتي السعر خلاص ما بقاش. في اجهزه مثلا ممكن توصل ل 200 و 300 الف، فئه الفلاج شيب جيمنج او بقت حاجه قريبه من نفس بعضها. فكره. بالظبط فهي ما بقتش بحته الفلوس، لان خلاص كان زمان. يعني دلوقتي بقى كله غالي يعني. النيتف فعلا ليه مستقبل، ولا فلاتر ورياكت نيتف وغيرها من الحاجات تقدر انت تكسبورت اي او اس او اندرويد مع بعض بكود واحد؟ فهل نيتف لسه لها بص، مستقبل؟ لو انت جيت تبص كده هل فلاتر دي اول كروس بلاتفورم، او هل صح. الرياكت دي اول كروس بلاتفورم؟ قبلها كتير جدا. وفين مم. يعني مثلا على سبيل المثال فين كوردوف، فين زمرين، فين ايونيك. فالمستقبل هو الاساس. فمستحيل من وجهة نظري ان تيجي في يوم من الايام كده تستغنى عن النيتف. وده مش معناه ان الكروس وحش، لا. هو ليه يعني مثلا الرياكت لحد دلوقتي شغال و100 100. فلاتر اثبت كفاءته بشكل ممتاز جدا. ف... فانا حته انك تقارن ما بينهم يعني، لا يعني ما تقارنش. انت عايز حاجه معينه خش. بس انا كنيتيف وناس، على فكره بالمناسبه انا اشتغلت الاثنين. يعني انا اوريدي مم. شغال فلاتر وشغال اي او اس. ف... فالنيتف على وضعه. يعني النيتف مستحيل من وجهة نظري ان هو احنا ممكن فلاتر تقع، وزي ما حصل في زمارين، في ايونيك، في كوردوفا. ممكن فلاتر نيجي الصبح ما نلاقيهاش. ممكن فلاتر رياكت نيجي الفترة اللي الصبح فاتت بدأت ما تزيد نلاقيهاش. تزيد تزيد، فلو بس نزلت. آه. بالظبط. لكن النيتف مستحيل طبعا. النيتف هيفضل طول عمره نيتف، وهيفضل طول عمره هو الاساس، لان كل الحاجات دي بتحاول تقرب للنيتف كبرفورمانس او يعني مثلا فلاتر يعني هي عايزه توصل للبرفورمانس بتاع النيتف. فازاي هتقضي على اصلا بتحاول ان هي تقرب منه؟ فده بيولوجيك يعني. تمام، كويس جدا جدا جدا. ليه الشركات الكبيرة زي أمازون مصر وكانفا وغيرها كتير من الشركات بتستخدم ويب فيو أو ما يدعى عندنا في مجال الويب أي فريم؟
ليه ما يبنوش الابلكيشن بتاعتهم؟ هل ده ليه علاقة يعني هي بالتطوير ممكن تكون، المستمر؟ انا من وجهة بشوف، لا، ما هو التطوير المستمر عادي ممكن يتم لو اتبنت مثلا في الموبايل. هي ممكن تكون حاجة بيشوفوا مثلا ان هم عايزين الحاجة دي، ممكن اسباب تخص السكيورتي مثلا. فبالتالي يعني معظم البيمنت جيت ويز هتلاقيها دايما بتبقى اي فريم او ويب فيو. ممكن علشان تبقى هي برضه حتة انك تعمل لها مينتين تبقى اسهل بكتير جدا. يعني على سبيل المثال لو حصل في الجيت واي دي او البيمنت جيت واي دي ليك في حاجه معينه، فمعنى كده ان انت هتخسر مليارات. مم. ففكره انك في الاي فريم او في الويب فيو انك تصلحها، فهي التصليح هيكون انك عشان تطلعها على اللايف او على البرودكشن فهيكون في لحظتها. هتيجي مثلا على عكس ان انت مثلا لو شغال اندرويد او اي او اس او في النيتف بشكل عموم، هتلاقي ان هتضيع وقت، فساعتها هيكون الحاجه ديت ايه، مم. ضاعت يعني، او يعني استغلت باقصى شكل ممكن. فمن وجهة نظري ممكن علشان اسباب ليها علاقة بالسكيورتي اكتر، واسباب تانية ان هي ممكن تكون سهولة الصيانة، وان هي تطلع بيها بافضل باسرع شكل ممكن. هل مجال الذكاء الاصطناعي بدأ ينافس في الموبايل أو تطوير التطبيقات على العموم؟ هل بدأ يكون ليه مكان أو وجود حقيقي زي الذكاء الاصطناعي اللي عاملاه جوجل اللي بيعمل ابلكيشن بكام برومبت؟ بص، هو احنا يعني ببساطة هو حلو، يعني التطور في الذكاء الاصطناعي ده كويس جدا، بس هل هيغني عن وجود البشر مثلا في التدخل في بناء التطبيقات؟ انا بقول لك لحد دلوقتي وبناء على اللي انا شايف هو هيبقى لا. ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي ممكن 100% مش هيفهمك زي ما البني آدم هيفهمك. يعني أنت مثلا لما تيجي تقول لي روح اعمل لي فيتشر ألف، فأنت هتروح ترميها مثلا للذكاء الاصطناعي هيطلعها لك، بس مش هيطلع لك زي البني ادم. دي حاجه. وحاجه تانية كمان، ان انا مثلا كبني ادم بفكر، ممكن افكر اكتر للي قدام او لايه اللي جاي بعدين، فممكن ابني الحاجه دي للي جاي بناء على الاكسبكتيشن والتفكير للحاجه الفلانيه دي. فهو يعني لا، يعني صعب. بس هو يعني ممكن يستبدل او ياخد مكان الناس اللي مش هتستخدمه. يعني انا مثلا احمد بستخدم الاي اي في ان هو يخدمني في تطوير مثلا او بناء الموبايل ابلكيشن. ممكن انا ساعتها اخد مكان واحد ما بيستخدموش، لكن ان الاي اي يحل محل البشر في ان هو يعمل مثلا فروم اي تو زد موبايل ابلكيشن. انا من وجهة نظري بشوف ان دي حاجه هتبقى صعبه جدا ومن سبع المستحيلات. لحد دلوقتي احنا لسه بنطلب حاجات من الاي اي ايا كان بقى، شات جي بي تي او جيمين او ايا كان، وتبدا وتحط له دوكيومنتيشن وفي الاخر بيطلع لك كود انت مش دي الحاجه اللي انت عايزها. فازاي هيقدر يعني مجرد ان هو مش قادر يساعدك از اكسبكتد في الكود، فازاي هيقدر ان هو يبني مثلا موبايل اب بشكل كامل ويفت الريكويرمنتس اللي اليوزر هيبقى عايزها؟ وخصوصا كمان ان مع التغير السريع فازاي يعني انت مثلا لما بتعمل برودكت مثلا اللي هو للوقت الحالي، فالبرودكت ده هنعتبر ان شات جي بي تي عملته للوقت الحالي. طب حصل مم. تطور او مثلا ماركت ريكويرمنت معينه، فالتغيير يعني في وجود الاي اي هيكون صعب اكتر. طيب، فطبعا لا، يعني مش هيحل محل البشر. هل ال AI في المستقبل انا ممكن على فاهم. السكيل البسيط في تطوير تطبيقات الموبايل على العموم يقدر يبني تطبيقات بسيطة؟ يعني مثلا حد فاهم شوية في البرومت أو يوزر عادي إنه يبني تطبيق بسيط عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعمل مهمة محددة على السكيل البسيط. طبعا ما بنتكلموش على سكيل ملايين، احنا بنتكلم على سكيل يعني 10 100 حاجة زي كده. هل فعلا يقدر يتم بناؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي بدون بص، أي تدخل؟ هو هيقدر عادي وهيعمله لك وهيطلعه لك، بس بدون اي تدخل دي انا بشوف لا. لان هي يعني الاي اي هي مش جايه علشان تحل محل البشر، على قد ما هي جايه عشان تبقى ادوات مساعده.
فهي هتعمل لك، ممكن تعمل لك حاجه بيزك، بس البيزك ده تاخده انت تكمل عليه. يعني على سبيل المثال تعمل لك برودكت، البرودكت ده خلصان مثلا كاي اي، تاخده انت بقى تبدا تعمل مثلا انتجريشن، او تاخده تعمل عليه التعديل البسيط. يعني هيوفر عليك مثلا في الحاجه البسيطه دي، بدل ما انت تعمل في وقت كبير في يوم او يومين او ثلاثه، لا هي هتعملها لك مثلا في 5 6 دقائق، وتبدا انت تاخدها تعدل عليها، فيبقى في اوفر اول مثلا خلص في ساعه. ف... فهي من وجهة نظري هتفضل برضو ان هي ادوات مساعدة، لكن لازم تفهم الكود، وايه الغرض من الكود، او ايه الغرض من الابلكيشن. هي مثلا على سبيل المثال انت هتيجي تقول لي اعمل لي ابلكيشن مثلا بياخد اسماء الناس ويرتبهم لي ابجدي، دي حاجه بسيطه. هو هيعملها لك، هيعملها لك بنسبه 100%، هياخد فعلا اسماء ناس وهيطلعهم لك مرتبين ابجدي وبشكل كل حاجه. بس ايه اللي هيتم بعد كده من الابلكيشن ده، او انت هتستخدمه في ايه، فهو خلاص وقف عند كده. انما انت كبني ادم طبعا هتبدا تفكر وهتهيئه ان انت تبدا تعدل عليه فيما بعد اللي انت هتستخدمه بعد كده. تمام، كويس جدا. انتقل للسؤال اللي بعد كده. هل الفريلانسنج في فرصة ليا أنا كديفلوبر إن أنا أخش عالم الفريلانسنج لو أنا موبايل ديفلوبر، ولا الفريلانسنج خلاص تشبع والمواقع كلها اتملت وصعب جدا أنت تلاقي فرصة، شبه مستحيل؟ لا بالعكس، الفريلانس كتير جدا، بس انت لازم يكون عندك انك تكون شاطر في تحديد المشكله. يعني مثلا انا ممكن اكون كفريلانسر مثلا شغال على سبيل المثال اي او اس، واخد بروجكت فريلانس، بس البروجكت ده خدته وما طلعتوش از اكسبكت، او ما طلعتوش زي ما صاحب البروجكت ده عايزه، فبالتالي مش هتلاقي شغل تاني. فهي بتتوقف عليك انت كشخص، لكن كشغل فريلانس كتير جدا. هل مثلا كموبايل في حاجة في الفريلانس أكتر من حاجة تانية؟ فإحنا مثلا في الوطن العربي ممكن تلاقي إن شغل الأندرويد أكتر من الأي أو إس في الفريلانس، بس الأي أو إس موجود وناس كتيرة شغالة، ناس كتيرة بتعمل فلوس كتير جدا. مؤخرا مثلا فلاتر الناس اتجهت ليها كتير جدا في شغل الفريلانس، أولا لأنها أرخص، واي حد مثلا كان زمان كان بيخاف من التكلفه الكبيره في حته ان انا اروح اعمل بروجكت مثلا بالنيتف اي او اس واحتاج فلوس تانية للاي او اس، وبعد كده اروح للويب. فدلوقتي فلاتر لا، ممكن بتكلفه حاجه واحده بس اعمل الثلاثه. فهتلاقي مثلا ان فرصه الفلاتر في الفريلانس هتلاقيها اكتر لعده اسباب كتير. في المجمل في مجال الموبايل كفريلانس لا، هو كتير جدا جدا جدا، بس هتوقف على الشخص، هل الشخص ده هيقدر يجيب اصلا شغلانه، او يقدر يحصل على اول شغلانه ولا لا، لان دايما هي البدايات بتبقى اصعب حاجه. والمواقع كتير، على سبيل المثال فريلانس، او مثلا ابورك أو هي بس الفكره في اول بروجكت وصلت، اخدت اول بروجكت وطلعته بالكواليتي المحترمه، والعميل ده اداك تقييم كويس، هتلاقي بقى اللي جاي بعد كده آه، كتير جدا وحلو وبفلوس كويس. كويس جدا. لكن الإجابة بكل صراحة الفريلانس كتير جدا في مجال الموبايل يعني. طيب هل فلاتر هو نفس السورس كود اللي انا باخده للاندرويد هو نفسه للاي او اس، ولا لازم أن يكون في بعض التعديلات عشان ان انا اقدر ان انا اعمل له ديبلويمنت على الاي او اس، ولا هو نفسه بالظبط؟ يعني لحد دلوقتي لا، انت ممكن تروح تبني بناء على تجربتي وخبرتي يعني في الفلاتر، لا انت حاليا يعني بتروح بتبني الحاجه مره واحده، وعلى طول مباشر بتاخدها تروح تطلع منها الاي او اس وتابلود وتطلع الاندرويد. و في حته وتطلعه، يعني اقصد ان انت تطلع الاندرويد والاي او اس، لا ده عادي من غير اي تعديل. وده مثلا بنسبة 90% من البروجكتس اللي انا اشتغلتها فلاتر ده حصل فيها مجرد على طول ان انا الحاجة عملتها بفلاتر، رحت على طول طلعت، عملت جنريت الاي بي، رفعتها على الستور، عملت جنريت للاي بي كي، رحت مطلعها برضو على الجوجل ستور. ممكن جزء بسيط، انا لحد دلوقتي مثلا هم التو ابس بس اللي اضطريت ان انا اروح في فيتشرز معينه ان انا اروح اعملها نيتف، تمام. فبالتالي كان معانا في التيم ناس شغاله اي او اس نيتف واندرويد نيتف،
فالناس الحته الفيتشر دي بالذات كنا بنروح نعملها ايه نت. بالنت. لكن لحد تمام. دلوقتي بكل بساطه لا، فلاتر في البروجكت من الصغيره لحد المتوسطه او الفوق متوسطه ممكن بنسبه 100% تطلع تبني الكود مره واحده في فلاتر بكوتلين بدارت، وتطلع بيها مباشر على طول على تجنريت الاي بي اي والاي بي كي، وتطلع بيهم على الستور بشكل مباشر. دي دعايه للناس الناس اللي عايزه تبدا تروح فلاتر. اه، اللي هو انت مش حارم حد ولا حارم اي حاجه، ادي. عشان ما حدش يكون عنده حجه. ايه اكتر تحدي واجهك في مسيرتك كمطور موبايل، سواء تحدي كان سهل بس ممكن يفيد حد تاني، او ممكن يكون في فكرة ورا التحدي ده انت نفذته، سواء في بروجكت شخصي ليك او في تطبيق موجود فعليا. بص، هو التحدي بناء على تجربتي أنا الشخصية، أكبر تحدي ليا وأنا ببدأ قلة المصادر لتعليم الاي او اس، لأن أنا بدأت من بدري شوية 2014 15. فوقتها وبدأت بالاي او اس، يعني مثلا مش باندرويد أو حاجة، فكان المصادر اللي أنا أتعلم منها كانت قليلة جدا. وكمان عدد الأشخاص، يعني مثلا على سبيل المثال لما كنت تيجي تكتب توتوريال للاندرويد تلاقي مليون مصدر عربي وانجليزي وهندي وكله. تيجي مثلا للاي او اس كنت تلاقي المحتوى قليل جدا، وحتى المحتوى اللي كنت بتلاقيه كان بيبقى محتوى ضئيل جدا. على العكس في الاندرويد مثلا كنت تلاقي اكتر من واحد شغال، وناس شغاله بقى لها سنتين وثلاثه واربعه وخمسه. انا مثلا كنت في الكليه كلها ما كانش معايا حد مثلا. فدي يعتبر كان اصعب، يعني اصعب حاجه قابلتها في بدايتي يعني. بس الحمد لله قدرت اتخطى على ده كله بقى بالاونلاين كورسز والبيوديمي وقتها وكورسيرا والحاجات المدفوعه علشان تقدر تلاقي محتوى محترم. دلوقتي بقى طبعا خلاص الموضوع بقى اسهل جدا. الموضوع بقى المواقع بتاعت المنتورشيب بقت شات. متوفره ومنها فري كتير جدا، فبالتالي كل الحاجات اللي واجهتني زمان ما بقتش موجوده. وكان في حاجة تانية كمان، ان انا طبعا كان في البداية 2014 كان معايا جهاز اتش بي، كنت لسه جايبه جديد، ما كنتش اعرف يعني ايه اي او اس اصلا. فبالتالي بقى اشتغلت فيرتشوال ماشين، فده كان من الصعوبات برضو اللي قابلتني. فده بالنسبة للايه، لان انا ابدا او ان انا اذاكر برضو. من بعد كده كان في تحديات طبعا. اول مثلا لما تروح تتعامل مع اول ليجاسي كود، ف... فدي برضو تحديات، ودي هتخليك تعرف مدى قدرتك في التعامل مع السوفت وير في العموم. لان مش كل البرمجه هي انك بتبني حاجه من فروم او من البدايه او فروم سكراتش. لا، انت في الاول هتفتكر ان كل حاجه ورديه، وانك اي حاجه عايزها تخش تبنيها من البدايه للنهايه وخلاص الدنيا ورديه. لحد ما تتصادم بقى بالواقع وتيجي تروح لشركة فتتعامل وتخش ان انت ما عايز تعدل على الفيتشر المعينة دي، تزيد عليها او تصلحها في وقت معين، وتتصادم بقى بالايه بالواقع. ويا سلام بقى لو كان ليجاسي كود، ويا سلام اكتر لو ما كانش معاك سينيور، او مثلا لو انت ما كانش معاك حد في التيم. فهنا بقى تبدا ايه، التحديات بقى الفعليه. فدي يعتبر بناء على خبرتي التحديات اللي انا قابلتها في مجال الموبايل عموما يعني. نصيحة لأي حد لسه بيبدأ في مسار تطبيقات الموبايل على العموم. تمام. انت لو لسه بتبدا في مجال الموبايل بشكل عام، انت الاول لازم تحط لنفسك نظام، وتبدا. ولما تبدا تركز على لغه برمجه معينه، على سبيل المثال في الاي او اس هتبدا مثلا تبدا تركز على سويفت. تبدا تعمل مشاريع، حتى لو مشاريع بسيطه وصغيره جدا. مش اول ما تبدا كده عايز تعمل حاجه كبيره، لا، ابني حاجه صغيره واحده واحده. مع الوقت هتيجي تلاقي الليرنينج كيرف بتاعك بيزيد. وما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش. خليك يعني كونسيستنت، وما تقارنش نفسك بغيرك. يعني دايما انت شوف نفسك النهارده احسن من امبارح. اتعلمت حتى لو اتعلمت حاجه واحده بس، فده حاجه كفيله انها تخليك. فانك تثبت مع بلان كويسه، وانك تبني حتى لو كل يوم او كل اسبوع
نص ساعة أو ساعة مثلا، المهم إن أنت تبدأ ثابت عليها وتبني مثلا حاجة صغيرة. مع الوقت هتكبر وهتبقى 100 100. وكمان حاول على قد ما تقدر تدخل كود ريفيوز مع ناس موجودة اوريدي في المجال، او تقدر ان انت تتعلم من غيرك. دي مهمة قوي وهتعلمك كتير وهتسهل عليك. وأهمية وجود كمان منتور في مجالك، او منتور في التخصص بتاعك ده مهمة جدا جدا، لان هيسهل عليك كتير جدا جدا جدا. بس يعني دي حاجات لو شفتها او لو مشيت عليها، انا متأكد ان انت هتبقى مع الوقت كويس جدا. وما تستعجلش ما تستعجلش ما تستعجلش تاني. هندسة، إيه أهمية مشاركة المعرفة؟ يعني أنا شخص دلوقتي لسه بادئ أو بتعلم، إيه رأيك؟ هل أشارك اللي أنا بتعلمه ده مع الناس، ولا عادي اللي هو مش شرط إن أنا أشير كل حاجة أنا بتعلمها؟ وبالعكس ممكن أضر الناس بمشاركتي لو أنا شاركت حاجة غلط. يعني أشارك عن طريق بوستات أو حاجات على لينكد إن، ولا أنت إيه رأي حضرتك؟ بص، حلو السؤال ده جدا، وهو عليه جدل كتير. انا وجهة نظري في الموضوع ده، حتة مشاركتك للمعلومة هي بتفيدك انت اكتر ما بتفيد غيرك. لان انت طالما وصلت لمرحلة انك تشير او تشارك المعلومة دي، فمعناها ان انت وصلت على في جزء او مكانة معينة تخليك مؤهل انك تقدر تعمل ايه شير. وكمان لما تعمل شير المعلومة دي، فهي بتثبت المعلومة عندك. لان انت خلاص يعني كنت مثلا فاهمها بنسبة 80%، لما بتعمل لها شير فبالتالي هتعيد كتابة. لو بتعمل بوست مثلا، فهتعيد كتابة البوست أكتر من مرة، هتراجع أكتر من مرة، فهتثبت المعلومة عندك بشكل كويس جدا. فهي هتفيدك أكتر مما هتفيد غيرك. حتة بقى إنك مثلا لازم توصل لليفل معين، أو توصل مثلا لخبرة معينة عشان تبدأ تشارك المعلومة. أنا ضد الفكرة بنسبة 100%. لا، انت ممكن تتعلم مثلا حاجه النهارده جديده، والحاجه دي اتعلمتها بشكل كويس، وذاكرتها بشكل كويس باكتر من مصدر، واتاكدت ان هي معلومه بنسبه 100%. اعمل لها شير. لان انت لما بتعمل معلومه مثلا دي، لما تعمل لها شير، فانت مش 100% مش هتفيد كل الناس. في ناس اوريدي هتبقى عارفه المعلومه دي، بس في ناس مش هتبقى عارفاها خالص. في ناس هتبقى قرت عنها فكر. فبالتالي هل هتفيد ناس؟ هي هتفيد بنسبه 100%. بس طبعا لازم تخلي بالك ان انت لما هتيجي ما ينفعش تعمل حاجه مغلوطه. لازم تجتهد على قد ما تقدر ان الحاجه دي توصل بافضل شكل ممكن. لان انت ما ينفعش يبقى عندك قصور في الحاجه دي، وانت رايح تعمل بيها شو، او رايح تعمل بيها عنها بوست. لازم توصل لمرحله معينه من فهم المعلومه والتاكد من صحتها قبل ما تعمل لها ايه، قبل ما تعملها شيء. لكن عادي جدا ممكن تبقى لسه بادئ النهارده مثلا، او ممكن تبقى لسه حالا داخل المجال، واتعلمت مثلا معلومه على سبيل المثال، ازاي تعرف متغير في السي بلس بلس. عادي ممكن بطريقتك انت او اسلوبك تشرحها بطريقه تسهل للناس ان هي تعرف المعلومه دي اكتر مثلا من ناس تانية، او اسهل ان هي تروح تبحث عن المعلومه دي في فيديو، او تروح تقراها في ارتكل كتير. لان تمام. لكل واحد باسلوبه. يعني انت ممكن تشرح لي حاجه معينه وافهمها منك، وما افهمهاش من توتوريال تانية كتير. ممكن انت توصلها لي باسلوب اسهل وابسط، فتخلي سرعة التعلم عندي اكتر. فلا، في اي وقت تقدر تمام. تعمل شير، طالما انت متأكد من دقة المعلومة وانت وصلت الليفل فعلا يسمح لك انك تشير المعلومة دي. لو طالب بيقارن نفسه بغيره، هل ده صح ولا ايه؟ لان انا شايف مثلا عم اشرف جاري اشطر مني ودلوقتي شغال في جوجل، وكان شغال في مايكروسوفت، وانا لسه حتى مش عارف اشتغل في اول ستارت اب. هل المقارنة ديت صح؟ بص، يعني حاول على قد ما تقدر ما تقارنش نفسك بحد. وإن كنت هتقارن ففعلا تقارن نفسك بنفسك. يعني مثلا تقارن، والله أنا كنت امبارح عارف لحد كذا في مثلا في الأوبجكت أورينتد بروجرام،
فالنهارده انا بقيت عارف لحد كذا، او مثلا كنت عارف اوبجكت اورينتد بروجرامنج، فالنهارده بقيت عارف مثلا حاجه اسمها سوليد برنسبل وبقيت اطبق بيها. فلو هتقارن، قارن نفسك بنفسك بس، لكن ما تشغلش بالك بحد تاني، لان ده انعاد هيعود عليك انت بالضر اكتر من نفع. تمام. البيرن اوت ازاي الحق نفسي واخرج منه؟ بص، يعني تلحق نفسك وتخرج منه دي مش يعني، انا لو هقول لك ازاي تافويد اصلا ان يحصل لك بيرن اوت. ما تستناش ان يحصل لك بيرن اوت وبعد كده تروح تعالج نفسك في الحته دي، لان دي حته مهمه قوي. طب ازاي اقدر اعمل ده وان انا ما اوصلش بيا الليفل ان انا اوصل واكون بيرن اوت؟ بحاجات بسيطة جدا. أولا حاول تقسم تاسكاتك بشكل صغير، يعني ما تاخدش حاجة كبيرة مرة واحدة وعايز تخلصها مرة واحدة ببالك كده. قسمها، لا قسمها حاجة صغيرة وخلصها واحدة واحدة وبراحتك. حاول دايما تاخد بريك. مثلا لو انت بتشتغل لفترات كبيرة، لا قسم مثلا الفترات دي لوقت أصغر. حاول تفصل ضغط العمل عن ضغط البيت، عن حياتك. في شكل لازم يكون لك وقت كده تفصل فيه تماما عن كل المشاكل، لأن انت المشاكل عمرها ما بتخلص. فبالتالي لازم تفصل وتاخد بريك. فدول من وجهة نظري بشوف ان دول اهم نقطتين في انك اصلا ما يحصلكش بيرن اوت. ولازم تتاكد تمام التاكد ان المشكله هي في الاول وفي الاخر مشكله وهتخلص. بس المشكله دي لازم تأقلم نفسك ان المشكله دي لما تخلص فهي المشكله اللي خلصت، لكن ما تخلصش على نفسك. عشان تخلص المشكله دي لازم تكون المايند سيت بتاعتك ان هي مشكله في الاول وفي الاخر مشكله. مجرد ما هتنتهي فهي مشيت بكل الايه السايد افكتس بتاعت المشكله دي. زي الفل. دلوقتي هل تنصح ان انا اشتغل واعيش حياتي كلها من الاوضه من فوق السرير، ولا اخصص مكان للشغل زي ورك سبيس، واخصص برضو مواعيد للشغل لو انا شغال مثلا از فريلانس مع شركه ريموت؟ بص، الجزء ده مهم قوي. انت لازم تشتغل وانت مرتاح، يعني تشوف ايه اللي بيريحك وايه اللي يساعدك على انك تطور نفسك وتعمله. يعني لو انت مثلا بترتاح اكتر في انك، في ناس بتحب التنقل جدا، فممكن تلاقيها كل يوم بتشتغل من مكان. اعمل ده. لو انت بتحب انك لا البيئة بتاعتك تبقى ثابتة، فلا اعمل خصص لنفسك مثلا مكان للشغل. لكن انا من وجهة نظري بشوف ان المكان اللي انت هتشتغل فيه ما ينفعش مثلا تنام فيه، ما ينفعش تلعب فيه. لا انا بحب مثلا التخصيص ان وقت الشغل فهو بيبقى للشغل بس، علشان لما افصل من الشغل مثلا يبقى وقت العيلة او وقت الزملاء او وقت مثلا الترفيه، يبقى فعلا للوقت ده. فكل ما تنظم وقتك، تنظم مكان شغلك، كل ما ده هيساعدك وهيأثر على نفسيتك بالإيجاب. هل شرط اكمل كليه، ولا عادي اقعد بالعشرة 11 سنه في الكليه وانا في كل الاحوال شغال وبطلع مرتب كويس جدا دلوقتي وفوق كل الناس؟ هل شرط ان انا اكمل كليه، ولا خلاص كده كده افضل لي؟ عشان بفكر في وساعات بفكر برضك اشتغل في 3 4 شركات مع بعض واملى اليوم شغل ويكون زي الفل، وفي الشهر اطلع لي بالمية 150 ألف جنيه. فكرة إنك تسيب مثلا الكلية وتركز على الشغل بس، أنا من وجهة نظري بشوف إن دي حاجة مش أفضل حاجة، لأن أنت ممكن يجي لك وقت معين ويجي لك مثلا فرصة كويسة جدا، بس الفرصة دي تشترط عليك إنك تكون مثلا معاك ماستر، أو تشترط عليك إن يكون على الأقل إن أنت عندك ماجستير مثلا. فبالتالي هتبقى ضيعت عن نفسك فرصة كبيرة جدا بسبب قرار انت خدته غلط. فوجهة نظري دايما بشوف لا، انت طالما دخلت الكلية فادرس، تدرس وقت الكلية واستغل وقت الكلية جدا في انك تخلص في وقتك من غير اي تأخير، او انك تشيل مواد او تسقط، وهكذا. بس ممكن وانت بتدرس عادي جدا تبدا مثلا تاخد اونلاين كورسز، او تبدا تدور على شغل وفعلا تشتغل. وناس كتير جدا وبقى الموضوع ده دلوقتي مش حاجه صعب. وبعد ما تخلص براحتك، فانت كده الشغل جديد كتير، وانت اصلا حياتك كلها تبقى
بعد كده شغل. فانا شايف ان انت تاخد كل مرحله تخلص. انت دلوقتي في مرحله الدراسه الجامعيه، فخلص دراستك الجامعيه، عشان كده كده الشغل جاي. يعني انت ما ما تستعجلش على الشغل. الشغل كده كده هيجي. فدي وجهه نظري في البوينت دي، عشان طيب ما هل تجيش تندم الشركات بعد الكبيرة كده. ممكن تقبلني وأنا جاي بشهادة ثانوية أصلا؟ الشركات الكبيرة يعني، بص، هو في بعض الشركات للأسف بتبقى طالبة إن أنت تكون معاك مثلا باكلر ديجري في المجال، أو لازم يكون عندك، لازم تكون خريج أحد التخصصات الهندسية، أو لازم تكون مثلا اشتغلت أو خريج في كلية ريليتد للكمبيوتر ساينس. للأسف في بعض الشركات لازم تشترط ان انت تكون خريج اي مجال له علاقه على الاقل بالكمبيوتر ساينس. بس هل في ناس مثلا ملهاش علاقه بمجال الكمبيوتر ساينس وما اشتغلتش؟ لا، بس ده بقى ده يعني بشوفها الناس اللي هي الشاطره بقى قوي، والناس اللي هي فعلا قدرت تثبت ذاتها في المجال. فدي في ساعتها بقى ان الشركات اصلا مش هتشترط على اي حاجه. على سبيل المثال، انت راجل شغال بالك فتره، عامل لنفسك براندنج كويس جدا، فممكن تلاقي الشركات بتعمل لك هانتنج اصلا، ومش هتسالك على اي باك جراوند في دراستك، لانها خلاص انت عملت رسمت لنفسك الطريق زي ما بيقول. تمام، كويس جدا. أول مرتب ليك في مجال البرمجة كان كام وسنة كام وكان في إيه؟ I هو انا think عامه إن يعني المرتب ده ما بيتنساش. لا طبعا، اول راتب دايما، بص، اول حاجه في اي حاجه عمرها ما بتتنسي. مثلا اول شغلانه، اول راتب، اول سفريه، اول اي حاجه عمرها ما بتتنسي. انا عن نفسي مثلا كانت اول شغلانه وقتها، كنت شغال، طبعا كنت في الكليه بدرس لسه، فكان سنه 2015. فكان 2000 2500 2500 جنيه. وكنت تمام. بارت تايم. بس كان بارت تايم وقتها، علشان طبعا كان وقت الدراسه وكده. وانا مش كنت من الناس الدحيحه، انا طالع من الكليه بمقبول عادي جدا، بس كنت شغال. فكان 2500 2500 جنيه بارت تايم، بس عايز اقول لك ان هم كانوا مبلغ وقتها حلو جدا. فده بالنسبه للاول. بتشتغل ايه لو حد سألك بتشتغل ايه في مصر؟ انا السؤال ده اتسأل لي اكتر من مرة. حد بيقول لي طيب انا على اساس مثلا اجابت انا شغال مبرمج. طيب ما تفتح سنترال، ما تفتح سايبر. مرة جاري جالي البيت وانا كنت شغال، بيرن الجرس، مين؟ انا ابو كذا. بقول لك ايه، تعالى بص لي على التلفزيون، انا ما بفهمش فيهم. لا انت تكنولوجيا البلد، وخدني فعليا عشان يشوف لي التلفزيون وما هتوه. بص، هو للأسف إحنا في مجتمع ممكن ما يكونش مرتبط أو عنده فكرة عن مجال السوفت وير في العموم. يعني معظم الشباب هتلاقيهم طالعين من بيئات، كل البيئات دي آخرهم مثلا عن النجاح إنك تكون مثلا خريج طب أو هندسة، وهندسة كمان مدني. يعني أي حاجة تانية غير مدني أو ما يعرف. اقل قسم على فبيبقوا فكرة دلوقتي. فبيبقوا بالظبط. فبيبقوا بعاد كل البعد عن مثلا السوفت وير. فهو ازاي اصلا هيفهم انت شغال ايه في حاجه ما عمره ما سمع عنها، او عمره ما هو عرف، عمره اصلا ما شاف. فبالتالي انت لا، ما ولا عادي يعني. ممكن تشرح له مثلا، والله انا شغال سوفت وير انجينير. السوفت وير انجينير ده دلوقتي هتلاقيه 100% معاه ابلكيشن. فاحنا مثلا اللي بنخليك تفتح احنا اللي بنعمل لك الحاجه الفلانيه، تبدا تشرح. هو كده كده مش هيقتنع، هو هيشوفك مثلا ان انت تصلح له البوتاجاز، او تروح تشوف له الخلاط، او ايا كان. بس هو ده مش عيب في الناس اللي شغاله في المجال، على قد ما هو عيب في البيئه المحيطه، ان هي اصلا ما تعرفش. يعني انا مثلا اعرف ناس صحابي انا مثلا لما اشتغلت في فتره من الفترات ريموت، فكان دايما ابويا يخش عليا يلاقيني شغال، يقول لي انا اول مره اشوف واحد بيلعب على اللابتوب وباخد فلوس. يا ابني انت متاكد انك شغال؟ طب انت محتاج فلوس مثلا؟ انت معاك فلوس؟ اقول له والله مثلا معايا، هو افتح له حساب البنك او حاجه، اقول له انا معايا فلوس. يقول له انا مش عارف ازاي اول مره اشوف ناس بتلعب على ونظره بقى المجتمع لما الناس تشوفك كده ايه، مثلا بتقعد مثلا طول الاسبوع وكل يوم شايفاك قاعده في البيت.
فتنزل مثلا فتشوف عمك مثلا، عمك السيد بتاع البقاله، او عمك الراجل بتاع ده محل عيل الخضروات، يبص لك مكتئب قاعد بصه. في البيت 24 لا، ساعة وما يا ريته بيتحركش يا من ريته البيت ولا بيشتغل. يا ريت بيقول له كده. ده هيقول ده ايه؟ ده ايه الواد اللي قاعد وابوه وامه بيصرفوا عليه ده؟ ما تنزل يا ابني اشتغل. هتلاقيه بيبص لك بقرف كده. انت ايه يا ابني؟ انت ايه ده؟ تروح مثلا عايز 2 كيلو تفاح، فيبص لك كده. انت رغم ان انت اللي دافع ثمن ال 2 كيلو تفاح اصلا، فيبص لك ايه؟ انت كمان بتشتري تفاح وانت قاعد في البيت؟ طب ما تنزل اشتغل كده وهز نفسك كده. أسئلة المتابعين، وهنبدأ بأول سؤال جالي. من فترة كنت نشرت لي بوست على لينكد إن إن أنا بادئ من وأنا سن 15 سنة، وبالمناسبة أنا بادئ وأنا سن أقل من كده، بس كانت يعني لعبكة شوية يعني. أنا بادئ في إطار العمل أو في لغة البرمجة الفعلية اللي أنا شغال بيها بقالي فعلا وأنا في سن 15 سنة. السؤال بيقول: السلام عليكم، أنا عندي 15 سنة، نفسي أبقى زي حضرتك، ممكن تديني نصيحة؟ اتفضل. آه، حلو قوي. يعني انت بقى انت صاحب النصيحه، يعني انا انت صاحب التجربه، نصحته فالنصيحه نصيحة من تكون. نصايحك، بس ممكن تقول لي النصيحة اللي انت هتنصحها له لو انت مكاني؟ لو هقول له حاجة، فأنا هقول له إن أنت ما تأجلش أي حاجة. أنت مجرد بس إنك تبدأ. فهي البداية دي في حد ذاتها هي إنجاز ليك. فدي أكتر حاجة هنصحها له. هسيب إجابة السؤال ده ليك أنت، بما إنك اوريدي عندك سكسس ستوري في الحاجة دي. النصيحة اللي أنا هديها لك من وجهة نظري وكام سنة اللي أنا قضيتهم قليلين جدا في المجال، أي نعم خبرتي صغيرة جدا وأنا بأكد ذلك، بس اللي أنا شفته في الكام سنة دول إن أنت لو تأسست صح خلاص الدنيا بعد كده هتكون أفضل بكتير، لدرجة إن أنا في بعض الحاجات اللي أنا ممكن ما تأسستش فيها صح برجع لها النهاردة عشان أكون قوي في النقطة اللي أنا فيها حاليا. لأنك لو تأسست صح النهاردة كأنك بنيت لنفسك أساس لعمارة مستعدة تطلع اكتر من 100 دور، مش مستعدة تقف عند وقت محدد وتقول خلاص ستوب، لا، تأسس صح، وهو ده اللي بجد هينفع. ممكن تديني مسار أتأسس منه في البرمجة أو طريق، ويفضل يكون الشرح بالعربي؟ حلو جدا. أنا لو هجاوبك في السؤال ده، أول حاجة زي ما قلت لك في البداية خالص، في مجال البرمجة بالذات لازم تجرب أكتر من حاجة. تجرب مثلا تخش شوية في الويب، تخر... تجرب الموبايل، تجرب بص أكتر من أي حاجة، وتحاول تكتب أو تعمل حاجة صغيرة أنت بتتعلمها دي. بعد كده إنك تبني بقى رود ماب، أو إنك أو بالعربي زي ما قلت، لو أنت عايز تعمل طريق تمشي في المجال ده. ساعتها لو دخلت مثلا، لو على سبيل المثال ان انا عايز مثلا اتعلم فلاتر، فلو دخلت اي جروب من جروبات الفلاتر وقلت لهم يا جماعه انا لسه بادئ مجال البرمجه جديد وعايز اتعلم فلاتر، هتلاقي مليون من يساعدك. هيبني لك رود ماب او طريق تمشي من الالف للياء. هقول لك نقطتين مهمين جدا. اول نقطه هي الالتزام. لازم تكون ملتزم جدا، والاستمراريه، وما تستعجلش. دول لو طبقتهم فبنسبة 100% أنا متأكد إن أنت هتوصل وهتعمل كل اللي أنت إيه عايزه. وخصوصا كمان مع وجود الذكاء الاصطناعي دلوقتي، فأنت كمان لو أنت مثلا مش شخص خجول، رغم إن دي حاجة ما أنصحش بيها خالص. أنت لازم تكون السوفت سكيلز بتاعتك كويسة، والكوميونيكيشن كويسة، ولغة التواصل بتاعتك كويسة. خش لو مش عايز تخش تسأل ناس، فدلوقتي شات جي بي تي لو قلت له انا مثلا بتعلم فلاتر فعايزك تقترح لي حتى كورسات ان انا اخش، ف... فالبدايه دي هتكون، انا متاكد ان بعد كده انت هتبقى عارف انت هتكمل ازاي، او ايه اللي جاي بعد كده. مجرد بس البدايه والصبر. زي الفل. السؤال اللي بعد كده وما قبل الأخير، السؤال م. الثالث عندنا: في رأيك إيه أفضل مجال أخشه، باك إند ولا سايبر سيكوريتي، ريد تيم ولا بلو تيم؟ بص، من وجهة نظري يعني الثلاثة أو الحاجات مش ما لهمش، ما فيش بينهم علاقة خالص. فبالتالي ما ينفعش إن أنا أصلا أقارن ما بينهم. يعني أنا ممكن أقارن مثلا لو أخش مثلا فرونت ولا باك إند. في الموبايل أتعلم فلاتر ولا أتعلم أي أو إس ولا أتعلم أندرويد ولا أروح لرياكت نيتيف، وهكذا. لكن ما ينفعش مثلا اقارن ما بين حاجه وحاجه تانية خالص، لان دي مميزه في حاجه ودي مميزه في حاجه. وزي ما قلت لك، هي في الاول وفي الاخر بتبقى تفضيلات. يعني انت ممكن تروح للباك اند على الرغم من مميزاته وما تحبوش، ممكن تروح للسايبر سيكيورتي وما تلاقيش نفسك فيه. فبالتالي
المقارنة ما بينهم يعني بلاش تقارن المقارنة دي، لكن حاول يكون كل ما الموضوع يكون متخصص أكتر فكل ما يكون أفضل. يعني مثلا آه، لو جيت تقول لي اي او اس ولا اندرويد، هقول لك من وجهة نظري مثلا اي او اس، وهكذا. السؤال الأخير عندنا لأحد الأصدقاء من أصدقائي يوتيوبر بيقدم محتوى وكده فرونت إند، فكان عامل أكتر من كورس فرونت إند، بيعمل بعض المواقع الفرونت إند وبيعملها بشكل اللي هم بيعملوا بيه الأجانب، تمام، وبشوية تعديلات كده بشكل كويس. هو كان بادئ إن هو يعمل كورس مدفوع، فأحد الأصدقاء قال له لا ما تكملش في الكورس ده، أنا شايف إن أنت ما عندكش الخبرة الكافية، مع إن الكورس ده ما بيشرحش فيه رياكت مثلا، لا الكورس اللي هو هيعمله ده هو بيشرح فيه بروجكت زي الطبيعي اللي هو بيعمله على القناة أساسا. فهل في مشكلة إن هو يعمل كورس مدفوع حتى لو مثلا كان في بعض المشاكل أو الأخطاء؟ بص، اول حاجة هقولها له وهي انك ما تسمعش لحد، يعني وما تخليش حد يحبطك بأي شكل ممكن. لان انا عايز اقول لك على حاجه، حته انك تعمل كورس فدي يبقى انت عندك الابيليتي انك توصل المعلومه. وعلى سبيل المثال انا ممكن اجيب لك اسماء من المشاهير اللي على يوديمي. الناس دي اصلا مش ملهاش علاقه بالمجال، او ملهاش علاقه يعني مثلا مش شغالين موبايل ديفلوبر علشان يشرح مثلا عن الاي او اس، او عن فلاتر، او عن كذا. لا، ده هو بيبقى شخص بس عنده يعني عنده القدرة على توصيل المعلومة، فبيروح يذاكر الحاجة اصلا وبيروح يهيئها او يجهزها ان هو يشرحها بطريقته. فحته انك تبدا او ما تبداش، ولازم تكون مثلا على قدر ممكن من انك من الحاجه اللي انت عايز تشرحها دي علشان تبدا تعمل مثلا بها كورس. فانا بقول لك لا، انت ابدا تمام. بس طبعا ما ينفعش برضه اعتباطا تروح تاخد حاجه وتروح تشرحها وانت ما ذاكرتهاش كويس، او ما حضرتش ليها كويس جدا، لان دي في الاول وفي الاخر هي المصداقيه هتبقى اقل، وخصوصا للناس اللي فاهمه. لان ممكن مش معنى ان انا داخل عشان اشوف المحتوى بتاعك فمعنى كده ان انا مش واقع خالص او مش عارف المحتوى ده. ممكن اكون انا داخل اقويه فاوريدي هيبقى عندي معلومه. وفي بقى حاجه كمان اقوى للناس اللي هي ما تعرفش، فانت لازم تتقي ربنا في المعلومه، لان انت كل معلومه غلط انت هتقولها للاسف دي هتبني اساس عند ناس تانية وهيبقى باني على اساس غلط. فانت لازم تتحرى المعلومه، لازم تتحرى الدقه، لازم تحضر كويس جدا للمعلومه وللمحتوى، طالما انت عندك الابيليتي على توصيل المعلومه. فما تسمعش لحد، توكل على الله طالما انت مشيت على كل البوينتس اللي انا اتكلمت فيها. باشمهندس احنا كده يعتبر خلصنا كل الأسئلة، اتبقى حاجة واحدة. محتاجين من حضرتك قوة نصيحة منك للشباب، سواء شباب في المجال أو لسه شباب ناوية تبدأ، أو حاجة أنت ماشي بيها طول حياتك، ممكن تقولها لنا إيه هي؟ في النهايه صراحه انا حابب اقول ان رحله البرمجه مش سباق. دي رحله مستمره من التعلم والنمو. يعني مش لازم تكون عبقري علشان انك تبدأ، لكن انت لازم تبدأ اصلا علشان تبقى عبقري في يوم تبقى عبقري في يوم من الايام. اهم حاجة تبدأ بالموجود وتشتغل باللي في ايدك، وابني اي حاجة حتى لو الحاجة دي صغيرة. وما تنساش ان الكمال لله. يعني انت مش لازم تبقى بيرفكت علشان تبدأ، لكن انت ممكن تبدأ عشان البداية دي هي اللي هتوصلك للكمال. وصدقني والله اللي بينجح مش هو اللي عارف كل حاجة، لكن اللي بيكمل حتى لو مش عارف اي حاجة هو اللي بيوصل، وهو اللي بينجح. بس كده. كده انهينا الكودر كاست بتاعنا. شكرا جدا للبشمهندس احمد، واللي لينكد ان اكونت بتاعه تحت باذن الله في الديسكريبشن او في اول كومنت مثبت. كانت يعني بودكاست روعه جدا وفتنا كتير، وبتمنى الناس تستفيد باذن الله بيه. وبس كده بكده يكون انتهى الكودر كاست بتاعنا.